يعني ايه سايبني في يوم الصباحيه؟ مش كفايه ليله امبارح يا عمر؟ انا قلت لك بقى، انا قلت لك الجماعه بتوع شركه السياحه كلموني، يعني يا دوب لازم اروح عشان الحق الحجز. ولو بابا جه وجاب معاه حد من اهلي وسالوني عن هقول لهم ايه يا عمر؟ ايه الجو ده؟ ايه البيت اللي بقى؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبتي؟ الله، تصدقتي كلامهم عن الجمبري ولا ايه؟ اللي حصل امبارح ده يعني يبقى شويه تعب كده ظرف يعني، انما مش هيتكرر تاني ابدا. بس عندنا بقى ما بيفهموش انا والحاجات دي. هقول لهم ايه؟ وانا قلت لك يا عمر. عارف يا ماما، عارف، ما انت قلتي لي يا ماما وفي ما تصلي على النبي. ان شاء الله ان شاء الله الليله دي هتبقى ليله العمر، وهحضر لك فيها شويه مفاجآت. ما بلاش المفاجآت، اصل ما بحبهاش وبقيت بتشائم منها. لا 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 لا، دي مفاجآت تانية خالص خالص. المهم انا ايه، همشي ومش هتأخر، مش هتأخر، عايز ارجع الاقيكي جاهزة. سخني كده وجيت ريدي يعني. احبك. انا بحبك يا عمر. تبنا الى الله. لازم اروح اديهم فلوس. وبعدين المشكله كده ما اتحلتش. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي يعني؟ ما ينفعش ابلغ عنهم، وما ينفعش اسيبهم يهددوني، وما ينفعش كمان ما اديهمش الفلوس. البت دي لازم نوصل لاصلها، ملهاش حل تاني. مرجان بيحاول هو ومراته ورجالته، بس مش عارفين يوصلوا لحاجه. كن ناوي تروح لوحدك. ايه ده؟ ايه ده؟ هتيجي معايا؟ طبعا لا. ليه؟ علشان لازم حد فينا يستنى، عشان لو حصل لك حاجه اقدر اتصرف. اصيل يا عمر، الاصاله دي حاجه في دمي. طبعا. بتدعي لي متشكر. بدعي لك. ده حاجه في دمي. انا هروح بقى، ولو حصل حاجه هبقى اطلبك في التليفون. بس اقول لك ايه، امانه عليك ما تجيبش سيرتي. ده اصيل ما بتهزرش يعني. عمر، عمي، ايه يا اصيل؟ قررت تيجي معايا؟ هتعمل ايه مع البنت التانيه؟ هعمل ايه يعني؟ خايف اكلمها طبعا. انا بقول يعني لغيها. لغيها، يمكن محتاجه طعم حنيه. لا 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 لا، تبنا الى الله. اطمن خالص، الحكايه بسيطه جدا، مش محتاجه غير شويه مصاريف. إن كان على الفلوس ما يهمكش، عمرنا ما هنختلف، بس قول لي هيحصل إزاي؟ احنا جربنا كذا مرة الحقن المجهري ده وما نفعش. المره دي هينجح وان شاء الله ولي العهد هيشرف. يا رب يا دكتور. لعلمكم بقى دكتور عوني ما بيقبلش اي حاله الا اذا كان متاكد من نسبه النجاح فيها. مش معقول يعني هيغامر باسمه على اخر الزمن. إحنا سألنا كتير وولاد الحلال دلونا عليه. وعشان انت كمان راجل ابن حلال وراجل طيب، ربنا وقعك في سكتي. وانا كمان ابن حلال اللي حضرت قعده ناس زيكم. بس انا خايفة قوي يا دكتور. ما هي عشان خايفه قوي يا دكتور دي، احنا مش هنعمل العمليه غير والمستشفى هاديه خالص. احسن وقت العمليه يا دكتور يكون بالليل. بالظبط. اهو يا ستي ابسطي، مش هنصحيكي بدري. ربنا يخليك يا دكتور. أنت مالي إيدك يا دكتور عوني؟ لا، احنا ما دام اتفقنا على الفلوس يبقى انا مالي ايدي ونص. انت بتعملي ايه عندك هنا؟ دكتور صفوة، انت خضتيني. انطقي قولي، ازاي تقفي وتستنطي كده؟ تعالي بس يا دكتورة، تعالي. تعالي هنا انطقي. يا دكتورة دي مصيبة، أنا كنت لسه هجيلك عشان أقولك. مصيبة ايه؟ ما تتكلمي. الدكتور عوني والدكتور مرتضى. مالها؟ تعالي كده يا دكتورة أحسن يشوفونا. انت شايفة الراجل والست دول؟ ايوه، مالهم بقى؟ دول كشف وما تقيدش في الدفاتر، ووراهم حاجة كده أنا لسه مش عارفاها.
انا مش فاهمه انت بتتكلمي في ايه. يا دكتورة، من يومين أنا كنت نبطشية وشفت حاجة كده ما كنتش أتوقعها. شفتي ايه؟ وانتوا بقى بتعملوا ايه في مقر الحمله؟ بتعملوا تشاتنج على الفيسبوك ولا بتلعبوا المزرعه؟ ازاي خبر زي ده يعدي من تحت ايديكم؟ انا عايزه كل صغيره وكبيره تخص الخبر ده. ما هي الحكايه دي لو بصحيح هتغلوش وتخلي الناس تنسى موضوع عفه وتركز فيه. ما هو لما يبقى شيخ وعليه قضيه زي دي تبقى فضيحه طبعا. شطارتنا بقى ان احنا نستغل الموضوع ده في برنامجنا الانتخابي. تمام، هو ده اللي انا عايزاه بالظبط. اعمل كده وابقى كلمني. يلا باي باي. اديني بحاول الم ورا بلاويك اللي هتودينا في داهيه. صدقي لما يكون عامل فيها شيخ ومتدين وعليه قضيه زي دي، لا وقضيه ايه بقى مش هحكي لك. من فضلك يا مامي، انا مش عايزه اعرف اي حاجه. انت ازاي بتكلميني كده؟ علشان انت مش قادره تفهميني ولا تستوعبي ان انا مش عايزه اكون طرف في اي حاجه تخصكم. مالك بقيتي عصبيه اليومين دول كده؟ والله كويس ان انت ملاحظه حاجه تخصني. عيب يا حبيبتي، انا مامتك، يعني اكتر واحده في الدنيا تحس بيكي وتفهمك. وانت شايفه ان ده حصل وما يحصلش ليه؟ علشان عمره ما حصل ولا هيحصل. يا مامي انت عمرك ما فهمتيني ولا حسيتي بيا. تقدري تقولي انا بالنسبه لك ايه؟ انا اقول لك، انا بالنسبه لك عامله زي مجوهراتك دي بالظبط. غاليه عليكي طبعا انا عارفه، بس بتلبسيها في المناسبات بس. غير كده بقى حطاني جوه علبه ورميني في دولاب مقفول. مش كده؟ على فكره انت سايكو، معقده نفسيا. ايه التفكير والكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ بالعكس، انا حررت نفسي منك تماما وقدرت اخرج من العلبه اللي جوه الدولاب، وكمان قدرت اعيش وابقى نفسي. عارفه يا ميار هانم، انت وكل اللي رموني وضحكوا عليا هيشوفوا مني كتير كتير قوي. مجنونه دي ولا ايه؟ هاي يا ميار هانم،